عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. رجعنا لكم تاني بس جايب لكم ضيف جديد. أبرار، ازيك يا بارو؟ أبرار جمال، عاملة ايه؟ كويسة. كويسة؟ سنة كام انتي؟ أولى ابتدائي. الله عليك. ازيك يا ساجدة؟ كلنا عارفين ساجدة جمال. عاوز أقول لكم حاجة، وحشتوني خالص. لعله خير، فاكرين لعله خير؟ الوزير الحكيم والكلب العجيب. النهارده جاي احكي لكم حكايه جميله جدا جدا جدا. حكايه عارفاها عن ايه؟ عارفاها عن ايه؟ اكمل؟ حكايه عن الجمل الغبي، او نقول الجمل الطيب. نقول الجمل الطيب مش غبي، هو كان طيب ما يعرفش. تعالوا استنوني، انا احكي لكم حكايه جميله جدا. استنوني ما تمشوش. عارفين حكايه الجمل يا ساجده ولا لسه؟ لا لسه. عارفه يا ابرار؟ لسه. عاوزين نحكيها؟ احكي. طب قولوا له احكي يا بابا. احكي يا بابا. قولوا احكي يا بابا. احكي يا بابا. احكي لكم. كان في جمل ساب الغابه بتاعته ومشى في الصحراء. فضل يمشي 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 لغايه ما راح لغابه ايه؟ تانية. الغابه التانية دي كان فيها اسد. الاسد ده كان عادل شويه يعني. عادل نص نص، مش عادل قوي يعني. الاسد دوت كان جعان. دخل عليه وهو قاعد بيدور على الاكل. دخل عليه الجمل وهو تعبان قوي. قال له يا مولاي الاسد، انا غريب مش من هنا، عاوز اعيش معاك في امان وسلام. تقدر تخليني اعيش معاك يا مولاي؟ انت بتقول له تقدر؟ انا هنا الملك وانت في اماني ومش هاكلك خالص. قال له يعني يا مولاي مش هتاكلني خالص؟ ابدا. وعد عندي هتعيش في سلام وامان في الغابه بتاعتي، واي حد مش هياكلك ابدا. كان في 3 هم مستشارين الملك. عارفين مين؟ لا مش عارفين. الثعلب والغراب والخنفذ. الجمبز ولا الخنفذ اللي عامل زي الفار دوت. المهم يا ولاد، بصوا له باستغراب. قالوا له يا مولاي الاسد ازاي ما تاكلوش؟ قال خلاص كلمه طلعت مني، انا الاسد، انا هنا ملك الغابه. لفت الايام ولفت الشهور وحصلت مجاعه في الغابه بتاعت الاسد العادل ده. راح له الغراب وقال له يا مولاي هنعمل ايه؟ قال له ما اطلعوا دوروا، اطلعوا كلوا، مش لازم انا اكل وانتوا تاكلوا من ورايا. الغراب طلع والثعلب طلع وابن واي طلعوا مع بعض وبرضه ما عرفوش يصيدوا. رجعوا للاسد قالوا يا مولاي الارض جادبه ومفيش نبات ومفيش حيوانات، كل الحيوانات مش موجوده يا مولاي الاسد. قال لهم طب اعمل لكم ايه؟ قالوا له يا مولاي احنا هنقول لك قرار وهنقول لك فكره بس. قال لهم، بص لهم كده بحلقه، قال لهم ايه هي الفكره دي؟ ايه هي الفكره دي؟ سكتوا وما اتكلموش. عارفين يا اولاد ايه هي الفكره دي؟ لا مش عارفين ايه هي. ما تتوقعوش ممكن يقولوا له ايه؟ ممكن يكون الجمل. يعملوا له ايه للجمل؟ ياكلوه. ياكلوه؟ هنشوف هيحصل لهم ايه. بعدين مشوا في اسبوع يفكروا. الغراب قال للثعلب يا ثعلب جعانين، وانت عارف اللي احنا مش بناكل غير من ورا الاسد، والاسد مش عاوز ياخد الجمل وبحلقنا، بس انا لازم اتكلم. قال له هياكلك يا غراب. قال له انا مش هياكلني، هيبص لي انا لحمي وحش مش هياكلني، انا اروح اقول له ومالكمش دعوه. الثعلب قال له انا ماليش دعوه بيك. قال له ما يهمكش انا اروح الاسد. راح الغراب بالليل خبط على الاسد. الاسد طلع له هو تعبان ومرهق. قال له يا مولاي الاسد في ايديك الدواء في ايديك الشفاء. قال له يعني ايه الدواء والشفاء؟ يعني يا مولاي احنا ممكن ناكل وانت تاكل وكل حاجه تبقى كويسه. قال له يعني ايه؟ يعني ناكل الجمل. الاسد بص له وقال له عاوزنا اخون الامانه، عاوزنا اقول له ما تاكلكش ما اكلكش وفي الاخر اكله. قال له يا مولاي الاسد ما ينفعش احنا جعانين. قال له اوعى تتكلم، انا ما احبش حد يقول لي ان الاسد اكل الضيف بتاعه. الغراب قال له ولا يهمك يا مولاي الاسد، انا عندي خطه تشيل عنك الحرج. تشيل عنك ايه الحرج؟ المهم يا ولاد الخطه دي طلع الغراب وراح للثعلب. عارفين ايه الخطه اللي عملها؟ استنوني لحظه هرجع لكم تاني. اكمل يا ساجده؟ كمل يا ابرار. كمل. طب قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم الغراب راح للثعلب وقال له يا ثعلب تعالى وسوسك.
الثعلب فكرة جميلة جدا. ابن وهي قال له فكرة 100 يا ابو غراب، يا نمس يا غراب. قال له انا مش نمس انا غراب. قال له ما يهمكش اي حاجة، اهم حاجة نتخلص من ايه؟ من الجمل. راحوا عند الاسد وهم قاعدين. الاسد كان تعبان وكان مستني الخطة بتاعتهم. الغراب طلع وقال الف سلامة ليكي ملكي، انت جعان وتعبان، انا فداك يا مولاي الاسد، كلني يا مولاي الاسد. وحط جسمه تحت رجلين الاسد. الثعلب قال انت يا وحش ياكلك الاسد، انت يا ابو لحم وحش ياكلك الاسد. لا انا فدا الاسد، ابعد بعيد عني يا غراب، انا هياكلني الاسد، انا فدا الاسد. والثعلب لجح نفسه قدام الاسد. رد اللبس القنفذ وقال انت اللي بتاكل اللحمه الميته، يا اللي بتاكل الحيوانات الميته، هياكلك الاسد الطاهر النظيف الشريف. لا انا فدا مولاي الاسد، انا ياكلني الاسد. الغراب بص له وقال له ياكلك انت يا ابو ريحه وحشه، ياكلك انت، انا اللحم وحش ودوا بياكل الاكل الميت وانت ريحتك وحشه، ما ينفعش ياكلك مولاي الاسد، لازم ياكل حاجه نظيفه. وبصوا لايه؟ للجمل. الجمل بص وحك في راسه وقال مفيش غير انا، لازم اقول اجامل الاسد وهم هيدافعوا عني والاسد مش هياكلني. طلع الجمل ووضب نفسه وقال انا الجمل، انا اللي باكل العشب، انا لحمي طري، انا معدتي نظيفه، انا ريحتي نظيفه، انا فداك يا مولاي الاسد. ونام تحت رجلين الاسد. الغراب والثعلب والاسد وابن وهي نطوا عليه واكلوه. والاسد فضل يبكي وهو بياكله. لو حد سالكم قولوا له هو عرض نفسه على الملك، والملك مرضيش يرفض الهديه، وفضل يبكي وهو بياكله وبيقول انا ما اكلتوش، هو اللي عرض عليا. ايه رايكم في القصه دي يا اولاد؟ حلوة. ايه رايكم في القصه دي؟ حلوة. طب تقولوا لاصحابنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك. ومستنيكم في حكايه جميله. السلام عليكم.